تعال اقول لك ليه برشلونة مش عارف يقيد لاعيبته بكل بساطة. انت متخيل ان برشلونة كل ما يجيب لاعب جديد او حتى يجي يجدد القديم لازم يروح لرابطة الليجا يقول لهم عايز اسجل اللاعب ده في القائمة الرسمية؟ بناء عليه الرابطة مش بتوافق. ليه؟ لان في قانون اسمه اللعب المالي النظيف زائد سقف الرواتب. ببساطة ما ينفعش تصرف اكتر من دخلك. رابطة الليجا بتحط لكل نادي رقم اسمه السقف المالي وبتقول ليه انت مسموح ليك تصرف كذا على الفريق بتاعك. لو عديت الرقم ده مش هتقدر تسجل أي لاعب جديد. طب ليه برشلونة في ورطة دلوقتي؟ الأسباب كتير بس أهمها إن رقم واحد برشلونة عنده ديون ضخمة من السنين اللي فاتت، ورقم اتنين بيدفع رواتب عالية جدا زي راتب ليفاندوسكي وفرينكي وترشتجن، ورقم تلاتة إن دخله أقل من المطلوب. أما رقم أربعة فالسقف المالي بتاعه بقى قليل جدا، فعلشان برشلونة يسجل لاعب جديد مضطر إنه يبيع لاعب تاني أو يقلل الرواتب أو يدخل فلوس جديدة زي الفلوس اللي بتيجي من الرعاية أو بيع حصص تجارية أو استثمارات.